والله في مان الفينومين هذا اللي بدا من اليوكرين وعام 2008 اذا فهمت مليح، ومن بعد هي دفاع على حق المراه وطريقه تعبير تنجم بالحق في تقاليدنا وعاداتنا، نجم نفهم اللي العديد من فئه كبيره من المجتمع بتاعنا تنجم تقلق، ولكن انا شخصيا مع حريه التعبير مهما يكون الطريقه تاع حريه التعبير. انا شخصيا مع حريه التعبير مهما يكون الطريقه تاع حريه التعبير، ومراش معناها علاش تعملت قضيه كبيره ياسر على هذه، على معناها امينه. يظهر لي اللي هي، انا شفت فيديو اخرى عبرت على موقفها وعلى مواقفها وعلاش عبرت كيما هذا والمشاكل اللي صارت لها بكل من بعد. يظهر لي يلزمنا المجتمع نتاعنا زاد يتعدى، يطلع في القضايا ذوما ويتعدى هذا بكل. يظهر لي يلزمنا المجتمع نتاعنا زاد يتعدى، يطلع في القضايا ذوما ويتعدى هذا بكل. انا مراش معناها مانع الشيء. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. أنا شخصيا مع حرية التعبير مهما يكون الطريقة تاع حرية التعبير، ومراش معناها علاش تعملت قضية كبيرة ياسر على هذه، على معناها أمينة. يظهر لي يلزمنا المجتمع نتاعنا زاد يتعدى، يطلع في القضايا ذوما ويتعدى هذا بكل. أنا مراش معناها مانع الشيء. قالوا تطرف جيلنا لما سما قدرا وأعطى للطهارة موثقا، ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا ومضى على درب الكرامة وارتقى. أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف في الهوى وتزندق؟ إن التطرف أن نذم محمدا والمقتدين به وأن نمدح فاسقا. إن التطرف أن نرى من قومنا من صانع الكفر اللئيم وأطرقا. يا نهر صحوتنا، يا جيل صحوتنا، إني أعيذك أن أرى في الصف من بعد الإخاء تمزقا. لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرقا. لك في رسولك أسوة فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلقا. يا جيل صحوتنا ستبقى شامخا ولسوف تبقى باتباعك أسمقا.